تخيل معايا كل حاجة جاهزة والخطة متقفلة والديكورات متفصلة والفرح بعد يومين، وفجأة يجيلك اتصال الساعة 10 بالليل: ازيك يا مختار؟ أنا كنت بفكر مش ممكن نغير شكل الممر ونضيف ورد أكتر ونعمل السقف كله إضاءات. أنا حسيت إن اللي اتفقنا عليه بقى بسيط شوية. وهنا بيبدأ التحدي الحقيقي. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من بودكاست على مزاج العروسة. معاكم مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات. والنهاردة هنتكلم عن واحد من أكتر المواقف المفاجئة اللي ممكن تهزك أو تبين شغلك الحقيقي: تغيير الرأي قبل الفرح بيومين. بيحصل أكتر ما تتخيل، وعلشان أكون صريح، أوقات بيكون التغيير بسيط، بس أوقات التغيير بيقلب الخطة كلها. الممر، من الإضاءة، من ستايل، من الكوشة نفسها ممكن بعد الساعة. وساعتها بتقف قدام سؤالين كبار جدا: أوافق وأجرب ألحق، ولا أرفض وأخسر العميل، ولا في خيار تالت؟ في تمام. هحكي لكم موقف بسيط بعدين نخش في الموضوع. كنا خلاص بنعد المسرح، حفلة كبيرة جدا، والديكورات خلاص يعتبر في المطابع، والإضاءة متبرمجة، والفريق مشغول بالتنفيذ. جات لي العروسة بصوت مرتبك وقالت لي: مختار، أنا شفت فيديو الحفلة في دبي، وكان فيها دخلة بالعرايس والممر فيه شموع كتير، وأنا حسيت إن فكرتنا بقت باهتة. كل حاجة جوايا كانت بتقول: يعني انتي شفتي فيديو امبارح وقررتي تغيري كل اللي شغالين عليه بقالنا 3 شهور؟ بس طبعا اللي قلته كان مختلف. قلت لها: طب تعالي هنحكي سوا كده ونشوف ايه بالظبط اللي خلى الفيديو يشدك. هل الإضاءة؟ هل المشهد؟ هل العرايس؟ هل الموسيقى؟ ولا مجرد لحظة كنتي محتاجة فيها تحسي ان الفرح بتاعك مبهر؟ فضلنا نحلل ونقارن ونرجع للخطة اللي كانت عايزاها في الأول، وساعتها فهمت إنها مش عايزة تغير كل حاجة، بس هي خايفة تكون حفلتها ما بقتش كفاية. وفي اللحظة دي وصلت الحقيقة إن أوقات العميل بيغير رأيه مش لأنه مش مقتنع، لكن لأنه توتر، شاف صورة، اتكلم مع صاحبه، حد قال له تعليق، أو هو نفسه فقد الثقة في اختياراته. ودورك كمنظم مش إنك توافق أو ترفض بس، دورك إنك تحتوي وتحلل وتعيد تذكيره هو ليه اختار ده من الأول. طيب، نتصرف إزاي في وقت زي دوت، أو لو حصل معانا موقف زي دوت؟ خليني أديك 5 خطوات من واقع تجربتي. أول حاجة: بسمع من غير ما أقاطع. خليه دايما، أو خلي العميل بمعنى أصح، يقول كل اللي حاسس بيه. المشاعر دي لازم تتقال عشان يهدى. تاني حاجة: اسأله ايه اللي خلاك تفكر تغير، مش بس تقوله انت عايز تغير ايه وتسيب الموضوع كده، لا، لأن السبب هو مفتاح القرار. 3: رجعه لأول فكرة اتفقتوا عليها. خليه يفتكر هو ليه اختار اللون دوت، هو ليه اختار الممر ده، هو ليه اختار التوزيع دوت. رابع حاجة: لو في تعديل ممكن يتعمل، اعرضه كحل وسط مش كاستسلام. نقدر نزود لمسة إضاءة هنا مثلا، بس ما نغيرش الخطة كلها، فده ممكن يكون حل. رقم 5 والأخيرة، وهي أهم نقطة: إنك لازم تكون هادي، لأن أنت القائد مش منفذ أوامر. وأي تغيير قبل الفرح بيومين لازم يتفلتر ويتوزن بعقل. في كورس كواليس الفخامة عندنا واحدة كاملة اسمها فن امتصاص التعديل. بنتعلم فيها ازاي نعدل من غير ما ننهار، وازاي نرفض بطريقة مثلا ان العميل يشكرك عليها. لان شغلنا مش بس نقول حاضر، شغلنا نحمي التجربة. وفي نهاية الحلقة خليني اقول لك: التغيير المفاجئ مش دايما تهديد، ساعات بيبقى لحظة صدق. بس المهم انك ما تتصرفش برد فعل، تتصرف بعقل واتزان وتاريخ، لانك مش بتنفذ ديكور، انت بتصمم ذكرى. انا مختار،
ودي كانت الحلقة الرابعة من بودكاست على مزاج العروسة. استنوني في الحلقة الجاية وهنتكلم عن جملة بتتكرر أكتر من القهوة في الاجتماعات. اللون ده مش عاجبني بس مش عارفة عايزة ايه، وهنعرف سوا ازاي نترجم الحيرة لأفكار. شاركوا الحلقة مع أي حد بيشتغل في المجال أو أي عروسة خايفة اللحظة تفوتها، علشان نفتكر سوا إن اللحظة الحلوة مش بس بتتسرق، اللحظة الحلوة بتتخطط.